أنا دكتور في الصيدلة ودكتور في الشريعة. مزدوج تخصصات، وعندي سلسلة من المؤلفات ومن التحقيقات تبلغ أكثر من 80 كتابا في مختلف المعارف الإسلامية، ومن ضمنها سلاسل كالموسوعة الكتانية لتاريخ فاس، كسلسلة النفائس الكتانية في التصوف وغير ذلك. وعندي نشاطات علمية ودعوية في المغرب، سواء عن طريق الزاوية الكتانية التي أنتمي إليها، أو عن طريق مختلف الجمعيات والمؤسسات التي أتعامل معها والتي أنا عضو فيها. الحمد لله، المغرب يعني دولة مستقرة بحمده تعالى، ويعني في طريقها للازدهار، ويوجد الشأن الديني عندنا في المغرب منظم، سواء عن طريق وزارة الأوقاف أو عن طريق مؤسسات المجتمع المدني. وعندنا التعليم الشرعي منتشر الحمد لله بطريقة جيدة، سواء التعليم الأكاديمي أو تعليم المعاهد الشرعية، التعليم ما نسميه نحن بالتعليم العتيق أو التعليم الأصلي. يوجد جمعيات دعوية، يوجد أنشطة، ويوجد هامش جيد من حرية الرأي وحرية التعبير. ونسأل الله عز وجل أن يزيد الأمر من فاضل إلى أفضل بإذنه تعالى. هناك في المغرب طريقتان للتعليم الشرعي. الطريق الأول هي الطريقة الأكاديمية المعروفة، أنه يصل الإنسان إلى البكالوريا، وبعد البكالوريا يتوجه إلى كلية الدراسات الإسلامية أو كلية الشريعة والقانون. منهجكم أنتم يعني الذي نعم. وهناك المنهج الذي يسمى بالتعليم الأصلي، الذي هو الطريقة التقليدية العريقة في تدريس العلم، وهو تدريس المتون، متون اللغوية والمتون الفقهية والمتون الأصول ومتون في المصطلح الحديث وغيره. وطبعا تحفيظ القرآن أول شيء، يبدأ عندنا الطالب بحفظ القرآن الكريم، وبعد ذلك بتعلم وأثناء حفظ القرآن بتعلم الخط وتعلم الكتابة. بعد ذلك يبدأ بتعلم اللغة والنحو، يبدأ برسالة الأجرومية، ثم ينفتح على الألفية في النحو، ثم يدخل إلى المتون الأخرى. عندنا في الفقه المالكي يبدأون بالمرشد المعين للضروري من علوم الدين لابن عاشر، وفي علم الأصول يبدأون بعلم الورقات، وفي القراءة وفي القرآن والرسم المصحف بالخراز، متن الخراز وغير ذلك من المتون، ثم تكبر هذا التعليم. عندنا الدولة تعمل معادلة بين شهادة التخرج من المعاهد الشرعية وبين البكالوريا. فالطالب إذا تخرج من المعهد الشرعي مباشرة ينتقل إلى الجامعة، فيدرس في كلية الدراسات الإسلامية أو في كلية الآداب أو في كلية الحقوق، وبعد ذلك يكون قد تمكن من العلوم الشرعية كأدوات وحفظ وفهم، ويدخل إلى المجال الأكاديمي لتفتيق أفكاره وتوسيع ذهنه من أجل الانفتاح على الواقع والانفتاح على العصر. طبعا طبيعي جدا، لأنه إذا لم تعترف الدولة بالتعليم المدرسي فمعناه أن التعليم المدرسي لا قيمة له، لأن أي شخص يعيش يجب أن يضمن مأكله ومشربه وحياته الخاصة، ولا يمكن أن يضمنها إلا بعمل. ونحن في الأنظمة الجديدة للدولة لا تعترف إلا بالشهادات الرسمية. فالتعليم المدرسي إذا لم يعادل من طرف وزارة التربية والتعليم أو ما يوازيها، فإنه سيصبح كأنه مضيعة للمال ومضيعة للعمر ومضيعة للجهد. وكذلك حتى لضمان متابعة هؤلاء والاستفادة الدولة من هؤلاء الأجيال الذين يتعلمون التعليم المدرسي، إن هؤلاء أولا متخصصون، والتعليم المدرسي يوجد فيه نوع من النقص، وهو مثلا في مجال اللغات، في مجال الانفورماتيك، في مجال تحديث بعض العلوم، يعني طريقة تعلم الرياضيات والحساب، المنطق إلى آخره. فإذا استطاعت الدولة أن تطور هذا المجال وأن تعطي شهادة، مثلا شهادة بكالوريا لخريج المعهد الشرعي، ثم يستطيع أن يستمر في المجال الأكاديمي، فسيكون مكسب كبير سواء للدولة وسواء للمدارس الشرعية.